السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا سلقنا مع بعض اللوبيا مع اهي قدام حضراتكم. بصراحة انا مش طبختها على طول، حطيتها سلقتها وغسلتها كويس لان بيبقى فيها ريحة يا حبايبي. اللوبيا لما تنسلق والفاصوليا والفول والحاجات دي بيبقى ليهم ريح، لازم نغسلهم كويس. طيب معانا اللوبيا مغسولة، معانا البصل اللي هنحطه للتقلية، ومعانا البصل اللي انا هضربه في الطماطم لطبختي أنا. ماشي، يعني البصل ده بحطه على الطماطم وأفرمه مع بعض. هنشوف مع بعض. معايا درج الطماطم. يلا نرفع الحلة على النار. معايا زيت كريستال اهو يا حبايبي، وهنشوف مع بعض الخطوة الجاية ان شاء الله. ادي البصل على النار يا حبايبي، حطيت شوية الزيت، مش كتر الزيت عشان يبقى الاكل خفيف على المعدة. انتوا عارفين الصيف يعني اكله تقيل شوية بصراحة. طيب حطيت حلة على النار، تعالوا نشوف الطبخة بتاعتي. حطيت، اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، فرمت البصلة مع الطماطم وهنزلها في الحلة. خلاص يا حبايبي، هنسيبها كده مع بعضها. خليني بس في البصلة دي دلوقتي عشان ما تنحرقش منا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش عارفة بتثبتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا رب يا حبايبي الفيديو ده يطلع يعني في وشه كده. مش عارفة يعني ايه السبب في ان الفيديو يا اما ينعاد مرتين يا اما يجي الاول والتاني وراه. انا مش يعني بصراحة الموضوع ده مزعلني وتعبني نفسيا بصراحة يعني. ربنا يصلح ما بين ايدينا يا رب يا رب. اعذروني يا حبايبي، اعذروني وشاهدوا الفيديو بالله عليكم، معلش. مفيش مشاهدة يعني، هو في فايدة برضو الفيديو، حتى لو منعاد مرتين اسمعيه مرة ما تسمعوش المرة التانية. معلش يا حبيبتي، معلش معلش. طيب ادي البصلة بتحمر اهي هتتحمر. واحط عليها الطماطم واحط شوية لوبيا في الحلة بتاعتي، واحط عليها نقطتين زيت، مش هكتر عشان كده الفيديو هيطول عليكم. نشوف الخطوة اللي جاية مع بعض ان شاء الله بإذن الله. يلا دي الأكلة المسبكة بألف هنا وشفا للي هياكلوها. حطيت لها شوية مية تغلي عليهم. هي حمرة جدا والله يا حبايبي، حمرة حمرة يعني ما شاء الله، لكن التليفون مخليها زي ما انتوا شايفين كده اللون. هي أحمر، هي حمرة عن كده كتير. هخليها تغلي شوية وأطفي عنها، وبعدين نشوف بقى الرز واحنا بنطبخه. هي كده خلاص استوت، تغلي بس على حبة الماء اللي حطيتهم، وهنشوفها برضو في الآخر بإذنك انت يا رب. يلا نغسل الرز. خلصنا يا حبايبي. دي يعني الأكلة بتاعتي، اللوبيا بتاعتي
حطيت البصل مع الطماطم فرمته في بعضه، حطيت الحلة او الدجية دي على النار من غير اي دهون، كبيت فيها الطماطم اللي بالبصل، ورحت حاطة في قالبها اللوبيا على طول مباشرة، حوالي ربع معلقة زيت كريستال. كان المفروض احط سمنة بلدي ما حطيتش، كسلت. طيب دي كده انتهت، خلصت خلاص، استوت. طفيت عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. نغطيها بعد اذنكم. طيب يلا يا حبايبي، حطينا حلة على النار للرز. هننزل بشوية زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. زيت ده غالي جدا يا جماعة، أنا مش جبت حاجة أقلب بيها نسيت. هنزل بالشعرية، معلش هطفي معاك. جبت المعلقة الخشب ونقلب بيها. سمنة كمان زيت. مش عايزين نقعد نقلب، نديها بس فرصة تحمر. أنا حاطة مية على النار في حلة تانية على عين تانية علشان أطبخ الرز بتاعي. أنا مش هاكل من الرز ده. يلا هننزل بالرز. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب. ده ليه؟ معايا هنحط بس شوية زيت في الحلة بتاعتي. بسم الله، نقطة بسيطة. هي على وشك تغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل بس الرز هنا. هي خلاص المية هتغلي اهي. يلا هنحط الرز. حط الرز دول. انا مش عارفه اشتغل بايد واحده. هحط الملح في الحله اللي فيها رز بشعريه، واحط حبه الرز دول هنا في الميه دي. حطيت الميه، حطيت حبه زيت، هحط ملح واحط الرز ده. اكلي انا ما بحمرش إلي شعريه ولا حاجه، زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. ميه، ملح، زيت، رز في بعضه كده وخلاص. يلا هنبقى نشوف. يلا يا حبايبي، حطيت القعد. لسه القعد شويه، شايف ان القعد شويه كده. تحمير الشعريه لونه كويس. نفسي اوريكم التقليب، يعني تشويح الرز كده مع الشعريه.
لازم تدنكي، تحطي الرز على الشعرية بعد ما تتحمر، دنكي شوحي في الرز لما يتشرب معاكي كل المادة الدهنية علشان يبقى طعمه حلو ويخف ايديكي كده. بسم الله. انا هنزل كمان بحبة مية عشان الرز مش منقوع، يعني مش متخمر، يبقى كده مظبوط. ماشي كده مظبوط. دي ايه دي يعني. نشوف ايه دي. رزاية، تبقى رزاية سمرة كده في الرز. هي رزاية اهي. يبقى في رز كده اسمر في الرز. والله بدأني انقي فيه، يعني بطلع الرزة دي كلها حتة، مش بحبها في الاكل. يلا نغطي. نحط عليه الغطا دي وخلاص. دي مش غطاها بس هنحط عليها. مش عايزة اكتر عليكم الخطوات. انا هحط معاك، هحط الرز اهو. المية غليت، عايزاك بس تشوفوا الحتة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. المية بتغلي. طيب المية دي مش شوية، لا مش شوية، ده انا خايفة تكون كتير كمان. حطيت الملح، حطيت شوية زيت. الرز الابيض سبحان الله ما بياخدش مية حتى لو مش متخمر. لو كترتي مية شوية، يعني لو حطيت القعد اللي هو المعتاد عشان تقولي مش متخمر، لا هينعجن منكي. وانا خايفة المية دي اصلا تكون كتير كمان. فالمية لو كترت على الرز الابيض ده بيتعجن منك. الرز الابيض والكشري، الكشري الاصفر سبحان الله. خلاص يا حبايبي كده كده حطينا الرز ودك خلاص غطينا عليه. هنشوفه بقى ان شاء الله واحنا بنغرف باذن الله. خلصنا يا حبايبي طبيخ. ادي الرز الابيض زي الفل اهون، والطبق اللي جنبه طبيخي اني، يعني الرز الابيض والطبق اللي جنبه طبيخي اني، دي اكلي اني. الطبق التاني الصيني اللي فيه الرز بالشعرية، والطبق اللي جنبه اللوبيا برضو، ده الأكل المسبك. أنا شايفة إن الأكل هنا فاتح وهناك غامق سنة، يعني أحمر شوية. خلاص الكاميرا هنا مبوظة الدنيا، وبرضو أكلي غامق شوية، يعني مش فاتح قوي كده بصراحة، يعني تقريبا هو لون واحد، لأن أنا حاطة طبعا فلفل أحمر ومديه مديه حمار شوية، زايد شوية يعني. يبقى ادي الرز الابيض وطبيخي ده اكلي. طبقين الالومنيوم او الستانلس اللي جنب بعض ده اكلي، والطبقين الصيني ده اكل اولادي. خلاص يا حبايبي، يبقى ده رز بشعرية واللي جنبيه المسبك، والرز الابيض واللي جنبيه اللي ني في ني، ده اكلي وده اكله. خلاص يا حبايبي، بألف هنا وشفا على قلوبكم، وتسمعوا وتسلموا يا رب. ربنا يكفيكم شر المرض انتوا وكل أمة محمد يا رب، اللهم أمين. مش تنسوني من اللايك اللي مزعلني ده، اللايك مزعلني يا حبايبي، والمشاهدة برضو مزعلاني، والاشتراك. ربنا يديكم الصحة والعافية. كل فيديو انتوا طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.